السلام عليكم، عاملين ايه يا جماعه؟ احنا النهارده ان شاء الله هنعمل اللحمه المفرومه، هنعصجها. احنا هنا فارمين البصل. احنا هنا معانا انا معانا هنا نص كيلو لحمه بس مفروم. احنا ايه هنبدا ان حطينا هنا ماده دهنيه سمنه وزيت على بعض. احنا هنبدا هنبدا دلوقتي ننزل بالبصل الاول. هنعصجه الاول. طبعا انا مهديه النار على بال ما اخلص احط البصل. كده هنعلي النار شويه. طبعا بالنسبه لكميه السمنه والزيت نحط كميه معقوله، عشان احنا عارفين ان البصل احيانا بيتشرب الماده الدهنيه. نستنى عليه بقى شويه كده. احنا علينا عليه النار. رجعت لكم تاني، حبيت اوريكم. بصوا البصل كميه الماده الدهنيه اللي احنا كنا حاطينها اتشربت ازاي. يبدا تستوي فيها او يتعصر يتحمر فيها. بصوا البصل اتشرب كله، عشان كده بنعمل حسابنا بنزود كميه البصل. كميه مع معلش كميه الزيت او الماده الدهنيه، الزيت او السمنه. نحطهم كميه معقوله، عشان البصل لما يتعصر ويتشرب فيه الحاجه ما يتحرقش مننا واحنا في وقت التسويه. ورجعت لكم تاني. احنا كده هنا البصل اتبل كويس معانا يا جماعه. هو احنا بقى هنبدا نضيف له اللحمه. طبعا نبدا نفتتها كده واحده واحده، نقلب. احنا برضو ايه اما نخلص التعصيب بتاع اللحمه، هنبدا اما تبرد هنبدا نحطها في اكياس او في علب، كل واحد حسب الموجود عنده. عندي هنا كوبايه عصير طماطم. دي طماطم يا جماعه، مش صلصه، يعني طماطم معصوره فريش ومتصفيه، عشان برضو قشور الطماطم ولا حاجه لو حد بيضايق منها. هنجيب بقى كمان ايه كوبايه ميه معانا. هنجيب لها كوبايه ميه عشان تبدا تستوي. ونجيب لها كمان ايه رشه فلفل. مش هنحط ملح دلوقتي، ورشه سكر. بس نقلب الاول. ورجعت لكم تاني. احنا هنا كده اللحمه المفرومه استوت اهي يا جماعه، ونقلناها في حله صغيره تاني عشان تنها سخنه. ومعانا هنا السمنه هنا عشان ندهن الصينيه وندهن الجلاش بيها. طبعا الجلاش احنا فردناه اهوت، ومعانا بضايه وكوبايه اللبن. بس اما نخلص الاول ايه بالترتيب كده. احنا بندهن هنا، لو واضح بس شويه، ندهن هنا الصينيه بالسمنه كويس. بعد كده هنبدا ايه الجلاش. نشوف المساحه بتاعت الصينيه، واللي بالنسبه للجلاش يبقى عامله ازاي. هنختار احنا هنا. انا هنا قسمته شفت الاول ديت المساحه بتاعتها عامله ازاي. وطبعا ايه قسمت جزء الجلاش كده عشان نبدا نحطها وتبقى ايه مظبوطه، ما نقعدش نتني فيها او كده. معانا هنا اهي. ناخد ورقتين تاني. لو احنا حاطين سمنه تحت فهناخد ورقتين نفردهم. ناخد بالنا بس عشان ايه، ونبدا ندهن سمنه. واضح كده ولا؟ طبعا مش ضروري نغرقها يا جماعه، يعني عشان ما تبقاش السمنه فيها زياده عن اللزوم. برضو بنحط بالمعقول يعني، عشان عارفه ان في ناس بتحب تحط سمنه زياده عن اللزوم في الحاجه، فده بيخليش الطعم برضو كويس يعني. الحاجات الدهون زياده عن اللزوم متبقاش حلوه. هنا حطينا. نبدا نكمل ورقتين تاني. طبعا الجلاش بالذات والمكرونه البشاميل دول حاجه اساسيه في رمضان. كل الولاد ايه بيحبوهم وبيطلبوهم.
وفي نفس الوقت لو في العزايم يعني. كده هنبدأ بقى دلوقتي نحط ايه اللحمة كده. احنا طبعا حطينا نص الجلاش فوق ونصه تحت. نص الجلاش اللي هو تحت حطيناه هو. هنبدأ بقى نحط ايه اللحمة المفرومة. طبعا لو حد حابب يحط معاها حاجات تانية، بسلة، اللي حابب يعني يشكلها او يحط معاها خضار مفيش مشكلة يا جماعة. او زيتون او جبنة موتزاريلا برضو. كل الحاجات دي بتبقى كويسة فيها، بس ايه يعني دي اختياري برضو، لان لو احنا بنعمل حاجة للضيوف ولا حاجة محدش بيبقى ضامن مين اللي بيحب الحاجات دي في الاكل. فالطريقة اللي هي التقليدية العادية بتبقى افضل لو هنعمل عزومة او حاجة. مش عارفة هو واضح ولا ايه. نبدأ نفرد كده، نفرد اللحمة كويس فيها عشان الحروف. بعد كده بنبدأ نكمل بقى نحط ايه بقية الجلاش تاني، الرقات بتاعته. كده دي 2 رقة هما. نبدأ نحط لهم السمنة برضو. طبعا لو في حاجة في الزوايا ممكن نتنيها تحت. احنا شايفين كده. نبدأ ندهن السمنة. نكون محضرين طبعا كوباية اللبن، وهنحط لها البضاية ورشة فلفل وملح بسيط. نكمل بقى. طب انا هكمل كده وارجع لكم. ورجعت لكم تاني. احنا هنا كده خلصنا الجلاش يا جماعه، قطعناه بس اهو، بس قطعناه عشان نبدا ايه نجيب الجبنه والبيضه اهي. هنبدا نقلبها شويه كده، نحط لها رشه فلفل ورشه ملح بسيطه خالص، عشان ايه الحاجه كلها اصلا مملحه يعني. اللحمه المفرومه اصلا فيها ملح، فمش هنحتاج الملح. ونبدأ نحط عليه اللبن. اهم حاجة نضربها كويس عشان ايه نبدأ نجيب اللبن. طبعا اللبن بارد من الصبح. طبعا بنبدأ برضو نقلب فيه البيض كويس. نبدأ نجيب ايه الجلاش كده. نبدأ ايه نشربه بيه كله. نقلبه شوية كده، وبنسيبه يا جماعة يعني ايه 10 دقايق ربع ساعة. ممكن نحطه في التلاجة شوية يتشرب، وبعد كده قبل ما نحطه في الفرن يعني نسيبه شوية بيطلع حلو جدا. احنا عارفين الجلاش لما بنجيبه من بره او من محلات الافران او الفطاير يعني، اما بيتحط فيه شويه كده بيتشرب مع اللبن بيتشربه، بيبدأ يعني يعلى هو في الفرن فبيبقى حلو. نسيبه كده
وبعد كده هنحطه في 10 دقايق، وبعد كده نبدا نحطه في الفرن. كده صينيه الجلاش هي لو انتم شايفين معايا اللحمه المفرومه بدات ترتفع اهي. انا بس عشان اللمبه بتاعت الفرن تقريبا محروقه يعني، مش عارفه انورها، فلسه طبعا الوش لسه ما احمرش، فانا حبيت اوريه لكم، ولسه بقى اما يكمل تسويه نوريه. ورجعت لكم تاني. احنا صينيه الجلاش خلصت اهي يا جماعه. طبعا سخنه، مش عارفه لسه ما قطعتش منها حاجه. حطيها طبعا زي ما قلت لكم، هنحط اللبن الاول عليها شويه، ونسيبه 10 دقائق ربع ساعه يبدا يتشرب الجلاش عموما، طبقات الجلاش، فبدا يبقى يرتفع معانا كده، يبقى حلو جدا ومقرمش برده. يعني انا بصوا قلبه طري بقى، بصوا من بره، يعني انا حطيت ايدي عليه هنا، بصوا طري من جوه ومقرمش من بره. هو لو انتوا سامعين بيبقى حلو جدا. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، وبالهنا والشفا.